أحم رز بلحم. هلا والله. آه. نفس الشموس بتبوس على رسنا. حاسه معلش كان لازم اخد بق عصير عشان بجد الجو فظيع. ايه المقدمه دي يا كنزي؟ ايه نفس الشموس بتبوس على رسنا دي؟ والله وبلا اي مش عارفه ايه دي مقدمه او ده تتر مسلسل الشهد والدموع. طب اشمعنى يا كنزي الشهد والدموع؟ ده مسلسل قديم قوي. هقول لكم عشان ده من اكتر المسلسلات اللي انا بحبها. هتسالوني ليه بتحبيها؟ هقول لكم بصراحه انا من وانا صغيره اتربيت على المسلسلات القديمه الكلاسيكس المصريه القديمه دي. وانتوا يعني وخير مثال الفيديو اللي فات، يعني بنتكلم على عبد الغفور البرعي، فانتوا مستنيين من واحده زي ايه هتتكلم عن ايه؟ يعني اكيد مش هتكلم عن بريكنج باد مثلا. ف... فده انا هتلاقوني دايما بتكلم عن الكلاسيكس. طيب اشمعنى النهارده موضوعنا كان عن الشهد والدموع؟ اولا بصراحه وبكل وضوح يعني لانه انا كنت بقلب من كام يوم في التلفزيون فلقيته شغال، فقلت طب ما حلو ده، ما هو شغال من اوله نتابعه للمره ال10,000، ايه المشكله؟ كده كده كنت قربت اخلص امتحانات يعني، فما كانش في اي ادنى مشكله. بلس انه بصراحه من مسلسلاتي المفضله، يعني مش مسلسل عادي من المسلسلات القديمه اللي عادي بتابعها مثلا مع ماما بتتفرج عليها، لا ده من المسلسلات اللي انا شخصيا بفضلها بحبها وبحب الممثلين اللي فيه. وكنت زمان بكراش على خالد زكي بصراحه يعني. مع انه عامل دور توكسيك جدا، بس يعني الناس اللي متفرجتش مش عايزه احرق قوي. بس مش موضوع النهارده خالص. استاذ احمد ده على جنب، اللي هو بيلعب دور الفنان خالد زكي يعني، ده على جنب. احنا النهارده هنتكلم عن الصراع الاساسي اللي في الجزء الاول، اللي هو بين حافظ بيه رضوان وشوقي رضوان اللي هو اخوه يعني، بس مش بيه عشان هو ملحقش يعني يتهنى. حاسه انا بحرق سيكا، مش مشكله. حافظ بيه رضوان اللي بيلعب دوره الفنان يوسف شعبان، و شوقي اللي بيلعب دوره اخوه يعني الصغير اللي بيلعب دوره الفنان محمود الجندي. انا ليه دايما باجي عند محمود الجندي بحس ان انا بنسى، معرفش ليه، مع اني بجد بحبه قوي. ف فكره المسلسل او اللي لفت نظري في المره دي بقى وانا بتفرج عليه، ما انا بتفرج عليه من زمان وما لفتش نظري قوي الموضوع ده. في الحلقات الاولى في الجزء الاول خالص هنلاقي انه هو اي عامه يعني في السينما لانجويج هنلاقي ان احنا علشان نعمل قصه دراميه غالبا بيكون في كونفليكت، بيكون في صراع، وبيكون في حاجه اسمها البروتاغونست او الشخص المين كاركتر يعني، والانتاغونست او الشخص اللي هو الاوبوزنج كاركتر، الشخص المضاد اللي بيعرقل وبيبهدل الكاركتر بتاعنا، المين كاركتر بتاعنا. فمش بالضروره يكون الانتاجونست ده اي ثينك يعني على ما اتذكر من دراستي مش بالضروره اعتقد ان هو يكون شخص شرير، ولكن في مسلسلنا ده هو شخص شرير. حافظ بيه رضوان ده شخص شرير يعني رادع شر، وهنشوف ده طبعا في طول طول حلقات المسلسل يعني في الجزئين ما شاء الله مش عاتق حد. فهو الفيلن بتاعنا اللي هو حافظ رضوان، وطبعا عيلته بس مش عيلته كلها يعني برضه عشان انا مش بعرف ان انا احكي من غير ما احرق، بس احنا هحاول قدر الامكان ان انا يعني نخلينا في موضوعنا النهارده. اللي لفت نظري ان بعد ما والدهم توفى وبقى في صراع زي على الميراث او كده، بدأ انه يعني شوقي ده كان بجد غلبان يعني. وانا الصراع بين الخير والشر، المسلسل بيمثل لنا الصراع بين الخير والشر، ولكن هو مثلا في شوقي هو بجد انا كنت لما كبرت بقيت اشوف الموضوع سذاجة، يعني هو اكتر منه طيبة، هو سذاجة وسلبية اكتر منه طيبة بكتير. ولكن لو تطرقنا لحتة حافظ فهنلاقيه هو بجد شرير، يعني هو شرير، وشرير مش بس شرير، هو شرير وذكي يعني. احيانا سيكريتلي كده اللي هو انا عاجبني اللي انت بتعمله بس مش قادرة اقول، لانه فعلا تحسه بالذكاء سواء هو او يعني مراته، بجد بيعملوا حاجات اللي هو ايه، هو في حد دماغه تجيبه ان هو يعمل حاجة زي كده؟ فهنلاقي انه عادي جابوهم وعملوها يعني، ما كده ما قصروش، في ظل ان هو كان عمال يظلم فيه وكان عمال يعمل حاجات
بتضايقه او يعني بيظلم فيه ومش عارفة ايه ويأذيه، هنلاقي في المقابل محمود الجندي اللي هو شوقي اخوه كان بيرد بمنتهى الطيبة وبمنتهى التسامح وبمنتهى كل الاخلاق اللي في الدنيا. ورغم ذلك يعني رغم انه اكيد الموضوع ده ابتدى من اول مرة وشوقي رد بالرد ده علشان في باله ان هو بيمتص غضب حافظ، او ان هو بيحاول ان هو يبعد عن المشاكل ويكبر دماغه، يا نحلة اللي تقرصني ولا عايز عسل منك والكلام ده كله. فهو في مخيلته ان هو بيعمل كده، كان حافظ بيزداد توحش في اداء، وكل مرة بيفاجئنا وبيفاجئ اخوه وبيفاجئ كل الكاست بحاجات اوحش بكتير. طيب ليه السؤال هنا موضوع حلقتنا النهاردة؟ ليه الشخص المؤذي ما بيبطلش اذى لما بنسامحه او لما بنعديله او لما بنكبر دماغنا ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا ويا عم الطيب احسن والكلام ده كله زي ما تربينا؟ ليه ده ما بيحصلش؟ في فكرة الناس دايما متخيلاها ان الشخص الطيب او الشخص المتسامح لما بيعمل يعني بيسامح او ان هو بيكبر دماغه من افعال الشخص المؤذي، فهو كده بيمتص غضبه او هو كده بيخليه على الاقل يراجع نفسه. لكن مش ده اللي بيحصل. اوقات كتير جدا الشخص المؤذي بيستفز اكتر من رد الفعل المتسامح والطيب، يمكن اكتر حتى من الخناقة نفسها او من الاذى نفسه او من المشكلة نفسها. وده لان الانسان المؤذي احيانا بيكون مستني منك انك تكون شبهه، بيكون مستني منك، هو بيعمل حاجة وحشة هو عايز مقابلها يشوف خناقة، يعني هو بيجر رجلك للحتة دي. ده بيخليه يحس ان كله زي بعضه، بيخليه يحس ان احنا متساويين في الخناقة. ما فيش حاجة بتخليني اقول طب ما الشخص ده كويس، طب مش عارفة ايه، لأ انا حاسس ان احنا متساويين في الاذى، وبيبرر لي اكتر ان انا اكمل في اذيتي للشخص ده اللي هو كمان طب ما هو كمان عمل كده. لكن لما الشخص الطيب بيفاجئه برد فعل هو مش متوقعه، زي التسامح، زي ان هو يكبر دماغه، كل الكلام ده، هو بيتفاجئ وبيحس ان في موقف هو محطوط فيه هو مش مرتاح له، هو مش قادر يترجم رد فعلك ده برود، ده لا مبالاة، ده طيبة، دي ايه بالظبط. فده بيخليه محطوط في شكل او في موقف عدم راحة مع نفسه. في علم النفس في تفسير لده اسمه الكوجنيتيف ديسونانس او التنافر المعرفي. ببساطة لما شخص بيبتدي يأذي شخص ويلاقي رد فعل غير اللي هو متوقعه، رد فعل متزن، رد فعل هادي، رد فعل مش بيبادله بنفس الشر اللي جواه، بيبدأ يحصل حاجة جواه كده من عدم الاستقرار، وحاجة اللي هو مش ده اللي انا متخيله، ومش ده اللي انا باني على اساسه اللي انا بعمله. لان عقله بيحاول يقنعه او يبرر له ان هو شخص مش سيء، انه اللي بيعمله ده مبرر، هو شخص اللي انت بتأذيه ده هو حد يستحق الأذى اللي هو فيه، هو حد ما يستحقش المكانة اللي هو فيها، هو حد بيأذيك بشكل ما او بيشكل خطر عليك مستقبلي، فانت محتاج انك تتخلص منه دلوقتي، وانك تأذيه من دلوقتي، وانك توقف الخطر ده عليك. فلما تلاقي انه ده الشخص ده كويس معايا ويعملش اي حاجة، لا بيهش ولا بينش، فانت تبتدي اللي هو ده بيستفزك اكتر. فبدل ما الشخص يحس بالذنب او يحس ان هو انا غلطان او مفروض اراجع نفسي، عقله بيوديه لطريق اسهل بكتير، ان انا ارد اكمل في الاذى اللي انا بعمله. وده بالظبط اللي احنا شفناه في المسلسل. هو ما اكتفاش ولا مره بانه او راجع نفسه او ضميره بان هو ده، طب ما الشخص ده كويس، طب ما الشخص ده مش بيأذيني، طب ما الشخص ده على العكس كل اللي انا بعمله فيه هو بيرد بطيبه وبيرد بتسامح، طب انا ليه مكمل؟ لا، هو يعني عقله بيوديه لحته اوحش، وان هو محتاج ان هو يكمل في الشر اللي هو بيعمله. لو ناخدها في الدين هنلاقي ده متجلي جدا في قصه قابيل وهابيل. في الآية الكريمة بتقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أنا ببص هنا عشان ما نقولش الآية غلط. فرغم ان هو كان في موقف يعني مسالم جدا، وقال له حتى لو انت قتلتني انا مش هعمل كده، ده ما وقفش الاذى او الغل او الحسد اللي جواه لاخوه، وكمل عادي جدا وقتله. فهنا العقل اللي هو يقف كده، على عكس ما احنا اتربينا وعلى عكس ما احنا فاكرين ومتخيلين ان انت لما تعمل حاجة كويسة فانت هتوقف اذى الشخص اللي قدامك.
ده بيحصل بس مش دايما، يعني ده مش اللي احنا بنبقى دايما في الواقع بيحصل معانا، ومش بنبقى متخيلينه، وبنبقى فاكرين ان احنا كده بنعمل التصرف الامثل في الموقف ده، ان احنا يعني ايه ندفع بالتي هي احسن، وما نردش ونسامح ونتجاهل وكل الكلام ده. طيب هل انا بقول ان احنا ما نسامحش؟ هل انا بقول ان احنا نبقى نفضل يعني بقى حد عمل لنا حاجة فاحنا نرد عليه بزيها ومش عارفه ايه والكلام ده كله؟ امتى نسامح؟ امتى نعفو؟ هنا الدين والسنة بيجاوبونا العفو عند المقدرة. ايه العفو عند المقدرة؟ العفو عند المقدرة الجسدية، العفو عند المقدرة النفسية. انت لازم تكون انت من جواك قادر تسامح، انت شايف اولا انت قادر انك ترد الاذى بالاذى، وانت بتختار انك ما تعملش ده. يعني انا دلوقتي مش عن ضعف، مش عن سذاجة، مش عن سلبية، انا قادر ان انا اخد حقي من الشخص اللي بيأذيني، ولكن انا هترفع عن المستوى ده وهقرر ان انا هسامحه. تمام؟ فانت قادر انك تاخد حقك، عشان مفيش فضيلة، عشان بس الناس ما تتخيلش انه كل ما حد يأذيها اللي هو يا عم خليني ماشي جنب الحيط، الكلام ده كله ده بيخلي الشخص يتوحش اكتر، بيخلي الشخص يقرر انه يتمادى اكتر. مرة شتمك، المرة جاية هيضربك، يعني ما تقلقش. فاللي هو لو انت سامحت وانت اصلا والشخص نفسه اللي بيأذيك ده عارف ان انت مش تقدر تاخد حقك، فهو مش هتصعب عليه ولا حاجة، هو هيكمل عادي في اذى عادي جدا. فالعفو ربنا ما طلبش منا العفو بضعف، ولكن العفو عند المقدرة. فأول حاجة احنا قلناها المقدرة، انك قادر تاخد حقك. طيب تاني حاجة المقدرة النفسية. يعني ايه المقدرة النفسية يا جماعة؟ المقدرة النفسية ان انت مفيش خلاص جواك زعل او حقد تجاه الشخص ده. يعني انا مش هسامحه دلوقتي وهي كمان شوية اللي هو انا عمالة برضو بغل، وازاي عملت فيا كده، وازاي انا سمحت لها تعمل كده، وازاي مش عارفه ايه. خليك اسمح لها ازاي تكلمني بالاسلوب ده، وعماله تكلمني وتشوح لي دي، انا كل لازم افرمك وافضل اخطط وفي ذهني لسه كره او غل او حقد او غضب، او يعني انا ساخطه على الموقف اللي انا اتحطيت فيه او كده، ولسه جوايا اللي يخليني ممكن بعدين اخطط ان انا اذيها. فانا بدل ما انا اخدت حقي بالحلال وخدت حقي باللي ربنا كتبه لي، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، انا رحت قعدت اعصر على نفسي 200 ليمونه، وانا اصلا مش عايزه اعمل ده. حد ضغط عليا بقى، انا قعدت اعمل على نفسي، وبعدين يعني انا ما عنديش المقدره دي، جيت على نفسي جامد قوي قوي قوي. انت كده كده في العفو انت بتيجي على نفسك، يعني محدش هيبقى برضه عايز ان هو يرجع يتعامل تاني بكل اريحيه مع الشخص اللي ظلمه، وبالذات لو الظلم ده ظلم كبير. ولكن يعني بيبقى فيه برضه قدر من التغافل وقدر من الحكمه، اللي خلاص انت يعني الى حد ما قلبك جايبك ان انت ممكن ترجع تكلم الشخص ده تاني. مش شرط تكلمه حتى، بس انت ممكن تسامحه، ممكن تتغاضى عن اللي هو عمله فيك، لكن انت خالص لسه فيك نفس النار المشعلله دي جواك تجاه الشخص اللي اذاك، ورايح خلاص تقول له خلاص يا عم انا مسامحك، انت مش مسامحه، انت بجد مش مسامحه. فما تعملوش كده في نفسكوا، وده بعد كده يؤدي ان انت تعمل بقى حاجه تاذيه فعلا، اللي هو انت بتعمل كده بترتكب ذنب بجد. يعني انت كنت بدل ما زي ما قلت هتاخد حقك بالقانون وبالحلال ومش عارفه ايه وتقتص من على قد اللي هو عمله معاك، لا انت هتروح بعد كده تعمل حاجه خلاص بقى هو المفروض ان هو انت كده اديت له الامان في ديننا. انت كده اديت له الامان، انت لما سامحته قدام ناس، او انت قلت عرفته، حتى مش لازم قدام ناس، انت عرفته انك سامحته وان خلاص الموضوع ده اتقفل كانه ما حصلش، فانت اديت له الامان. فانت تيجي بقى بعدين اللي هو انت لسه فاكر تاخد حقك، مش هنهزر يعني في الموضوع ده، صح؟ فانت مفيش دين امرك بان انت تعفو وانت ضعيف وانت مش قادر نفسيا او معنويا. ربنا شرع علينا ان احنا ناخد حقنا علشان الموقف ده، علشان ما نفضلش جوانا غل وحقد وحسد ومشاعر مش صح ان هي تكون في نفس المسلم. المشاعر الطبيعيه، يعني انت طبيعي تغير، طبيعي انك كده، يعني اللي هو ايه، تحس انك انت طب انا ليه مش كده، بس اول انت الفكره كلها ان انت انسان هتعمل صح وهتعمل غلط، هتصيب وهتخطئ، بس الفكرة انك ما تخليش الذنب او ما تخليش المشاعر الغلط دي تتحكم فيك وتسوقك وتخليك بقى تعمل حاجات وحشة فعلا. المفروض تستغفر وترجع لربنا والكلام ده كله. فانت ليه ربنا قال فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟
علشان انت ما يكونش جواك لسه غل وكده وغضب تجاه الشخص اللي غالبا ما يكون مسلم زيك ده، اخوك المسلم ده ايا كان، يعني لو هو حد فعلا كويس جت الظروف كلنا غلط فيك، فانت عشان ما يفضلش فانت خد حقك اقتص منه وخلاص الموضوع خلص. انت بقى راجل مترفع، راجل عندك فضيلة، راجل يعني عايز تكون احسن عند ربنا، هتسامح، بس تسامح من موقف قوة، من موقف انا قادر اخد حقي وانا هترفع عن ده وانا مش هعمل ده وانا مش هنزل لنفس المستوى ده، تمام. ولكن مفيش اي مشكلة في انك تاخد حقك، عشان برضو اللي بيفهمنا ان احنا لما ناخد حقنا هنبقى زينا زي اللي ظلمنا، لا مفيش الكلام ده. انت لما تاخد حقك بالحق، يعني بالصح، اسمها ايه اسمها ايه يا ربي انا مش فاكره. لما تاخد حقك يعني بالعقل هي بالعقل دي، زي ما على قد ما ظلمك يعني على قد ما كده هتاخد حقك. حد سرق منك مش عارفه ايه، هترجعهم كذا كذا. فاهمين اقصد ايه؟ عشان احنا اتربينا بالذات احنا كستات او كده ان احنا سامحي، اغفري، ارجعي، مش عارفه ايه. اسامح حد فعلا عايز يعني ندمان، حد فعلا عارف غلط، وحد فعلا دي كانت يعني سهو منه، مش انه ده حد اصلا مؤذي. المجتمع بتاعنا ما بيرحمش الستات وما بيرحمش الاطفال، ما بيرحمش الضعيف. هو مش حته ستات ومش حته مش ستات، هو حته عشان ما ندخلش حته نسويه، يعني هو مش حته ستات ومش ستات، هو حته المجتمع ما بيرحمش ضعيف. ديننا ما بيحبش الشخص الضعيف. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فانت لازم تكون قوي، قوه السلطه دي قوه، المال ده قوه، الصحه، البدن صحيا يكون قوي ودي قوة، البدن يعني يكون صحي دي قوة، الذكاء، العلم ده قوة. فكل الحاجات دي قوة، عشان بس ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم الزهد والمش عارفه ايه، والواحد مش لاقي ياكل. زهد ايه حضرتك؟ يعني انت بتتكلم في حتة، او واحد ضعيف اصلا مش قادر ياخد حقه، فانت انت احسن يا عم. لا انت مش احسن يا عم، انت مش قادر تاخد حقك اصلا، مش هنضحك على بعض. يعني انت مش ما عندكش اوبشن، انت مجبر انك ما تاخدش حقك، انت مش عارف تاخده. فهنا ما فيش اي فضيلة في الموضوع، هنا ما فيش اي افضلية في الموضوع. انت الافضلية هنا لما تختار، انت حضرتك عندك الاوبشن فانت بتختار ده. فانت لما يكون عندك مال، لما تسعى انك تكون شخص قوي وعندك مال عشان تقدر تنصر بيه دينك، تقدر تنصر بيه نفسك، تقدر تاخد بيه حقك. المال في حد ذاته، هو المال ده مش حاجة وحشة. لما يحركك المال هنا هو الحاجة وحشة، لكن انت المال في حد ذاته مش حاجة وحشة. المال ده قوة، يعني لو انت استخدمته بشكل كويس، بشكل يخدم دينك، بشكل يخدم بلدك، بشكل يخدمك انت واسرتك، ما يخليكش تحتاج لحد، ده قوة. الفقر ده حاجة وحشة جدا. يعني الرسول كان بيستعيذ بالله من الفقر، فالفقر ده حاجة وحشة جدا. مش فاكرة صحابي كان بيقول لو الفقر ده راجل كنت قتلته، لانه فعلا الفقر ده ضعف. هو الفقر ده مش عشان فقر، مش عشان انت مش عارف تجيب لبس ولا مش عارف، الفقر ده عشان ضعف بيحوجك لحاجات وحشة. فالضعف عموما، سيبنا بقى من حتة الفلوس ومش من حتة الفلوس، بس الضعف عموما ضعف بدني، ضعف في الذكاء، انت مش ما عندكش علم، جاهل، ضعف في السلطة، انت ما عندكش سلطة، انت ما عندكش وظيفة مثلا محترمة، ما عندكش كده. الضعف في حاجات كتير ده حاجة وحشة، ده حاجة منبوذة. عشان اللي بيفهمنا عكس كده ده حاجة وحشة. في مقولة بحبها قوي وبعد تاني كده، خلينا ناخدها من منظور تاني، حتة الضعف او انك تتنازل عن حقك دي. انا اعفو عن مين؟ انا اسامح مين؟ حد طلب مني مسامحة، حد ندمان على اللي هو عمله، طيب، ولا انا بسامح لله كده، ولا انا بعمل ايه؟ طيب بالظبط. في مقولة زي ما قلت لسه انا معرفش الكلام متلخبط لان انا عندي افكار كتير قوي، فمش كلهم عايزين يطلعوا مرة واحدة. فمقولة من مسلسل ارطغرل، ده مسلسل تركي، انصحكم تتفرجوا عليه الناس اللي نفسها طويل، لانه بصراحة مواسمه كتيرة قوي. بس عامة يعني حتى لو اتفرجتوا على جزء واحد عادي، مش لازم تتفرجوا عليه كله، يعني هتفهموا السيكونس ماشي ازاي والاحداث ماشيه ازاي. بيقولك الرحمه للظالم هي ظلم المظلوم. انت لما بتعفو او بتسامح حد هو ما طلبش منك مسامحه،
هو شخص مؤذي، مش بس حاجة فردية كده بينك وبينه، مش حاجة شخصية بينك وبينه، لا ده طبعه اصلا مؤذي. حد هيسيبك من هنا هتسامحه من هنا، ولا هتخرجه من هنا، ولا هترفع عنه الاذى من هنا، وهيروح على طول يأذي اللي بعديك او يكرر اذيته ليك تاني. بس انت ممكن مثلا تكون قادر تاخد حقك منه، بس انت هتقرر ما تاخدش كده. فانت لازم تبقى فاهم البعد ورا الموضوع. انا مش مجرد ان انا بسامح حد غلط في حقي. لو الشخص ده مؤذي، لو الشخص ده مش كويس وهيروح يظلم غيري، فانا بشارك في ظلمه لغيري. يعني انا كمان مشاركة في الظلم ده، ان انا ارحم حد ظالم، حد مؤذي، ده انا بظلم المظلوم ده تاني غير ظلمه اصلا اللي الظالم ده هيظلمه له. انا عارفه ان احنا دخلنا كده ارنمنا في انور منور، بس يعني انت كمان بتشارك في الظلم ده. لما واحده مثلا، عشان الموضوع ده بيتكرر كتير، اتعودنا ان احنا خلاص حد بيتحرش بينا مش عارفه ايه في الشارع، هعمل نفسي من بنها مش هرد. طب هو هل ده عمره الريتس بتاعه التحرش دي هل قلت؟ هل لما احنا تسامحنا وسكتنا وكده هل قلت؟ ما قلتش، بالعكس. هو الموضوع حتى موقفش عند مجرد لفظ اتقال، عند مجرد حاجة. الأول كانت مش عارفة حاجة معاكسة عادية، بعد كده بقت ألفاظ وحشة، بعد كده تحولت للمس وتحرش جسدي، بعد كده تحولت لحوادث اغتصاب وحاجات بجد العقل ما بقاش يستوعبها من كتر ما هي بتحصل. هل عمره الستات بعد ما قررت ان هي تسكت وما تتكلمش وما تدافعش عن حقها وتسيب المجرم ده، هل المجرم ده تاب بقى وقال لك لا ندم بقى ده ست كويسه هي وما ردتش عليا خلاص؟ انتوا شفتوا لسه الحادثه اللي حصل يا جماعه، الست اللي تم التحرش بيها، فبس مجرد ان هي قالت له انت بتصرخ في مين باين، ولا قصدي بتزعق في مين، ولا بتعاكس مين، راح ضربها والناس واقفه بتدافع عنه. انتوا متخيلين؟ even لو الحاجه دي مش حقيقيه حتى، او الست دي عندها مشكله ما في البيهايند سينز مثلا او حاجه، ده فرضا يعني. بس انا بجد يعني انا مش الشخص اللي بيبرر. انا يعني انا الستات 90% يعني بجد 95% 90% الستات بتبقى عندها حق، بتبقى مظلومه فعلا. فانا مش هاجي اقول طب ما يمكن الراجل، لا ما يمكنش، اسكت. سيبنا خالص من الموضوع ده. انا افترض مع الناس اللي بتفترض انه كان في كده. انت لو انت راجل يعني، امك، اختك، خطيبتك، مراتك، اي حد، بنتك ما عداش عليك عشان بس الناس اللي هتقعد تنتقد او كده، لا. فاحنا مش محتاجين ان احنا ادله لان نقول ان الست دي يعني مظلومه او كده، احنا نفسنا نتعرض لحاجات زي كده. فلما انتي كحد مثلا انتي قادره تاخدي حقك، انتي عندك عيله تقف وراكي، انتي ما شاء الله عندك امكانيات انك تروحي تقدمي بلاغ ومش عارفه ايه وتعملي كده وتوقفي الشخص اللي بيظلمك ده عند حق، عند حده. واحده غيرك مش قادره تعمل ده، هو هيروح من هنا هيروح يكمل على واحده غيرك، على واحده تانية بقى مش قادره تاخد حقها. فاحنا نعرف كويس قوي احنا لما اتنازل عن حقي، مثلا حرامي سرقني ولا مش عارفه ايه، وهو اصلا حد يقعد يقول لك بقى ده شاب ده عنده عيال، ده انا مالي، انا مال اهلي. ما انت روح حضرتك، انت طالما انت عارف انك عندك عيال وظروفك ومش ظروفك، طب ما اولى بقى انك تحترم نفسك. انا ليه هخاف على حد هو مش خايف على نفسه؟ ما تسامحوش حد هو ما طلبش مسامحه، ما تسامحوش حد هو مش كويس، ما تسامحوش حد مؤذي، لان انتوا كده بتشاركوا في جريمه زي دي، انتوا بتشاركوا كمان في اللي هو بيعمله. انا حاسه ان اتحمقت شويه وحاسه ان انا اتعصبت، وده مش يعني مش كنتش عايز ده يطلع قوي الثيم بتاع الفيديو. الخلاصه من ده انا عايزه ارجع اقول انه السينما زمان او التلفزيون زمان كان بيقدم لنا فعلا اعمال راقيه، كان بيقدم لنا اعمال فيها فكره. حاليا احنا بجد اللي بنشوفه في منتهى العبث. يعني انت بتدور لما عايز تدور على عمل حلو، انت كأنك بتدور على ابرة في كوم قش حرفيا. في الوقت ده ما بتلاقيش كتير حاجة بتناقش فعلا قضية مهمة بدون ابتذال وبدون شتيمة وبدون قلة أدب وبدون حاجات كتير. شفنا الصراع بين الخير والشر، وشفنا الدوافع اللي ممكن تخلي الشرير بيكمل في شره، وشفنا برضو ان مش دايما الطيبة والكده بتخلي الواحد الراجل يعني بعد ما شوقي ده حاسة انها هحرق تاني. المهم ان الصراع بيكمل مع الست زينب اللي هي الست ام احمد، يعني اللي هي بتلعب دورها الفنانة عفاف شعيب. هيبقى بقى خلاص الصراع هيتحول بين يوسف شعبان اللي هو حافظ وبين الست زينب دي. هلاقي ان هي ست ذكيه جدا، وكانت اصلا بتقعد تحذر جوزها من اللي اخوه بيعمله بيحاول يعمله، ولكن هو كان مكمل في طيبته. طيبتك دي ودتنا لفين؟ يعني انت دلوقتي وديت مراتك وكده. مش عايزه احرق. المسلسل حلو، اتفرجوا عليه. اسمه الشهد والدموع. المسلسل بجد حلو، اتفرجوا عليه وهو مش كبير.
عامه انا عارفه ان الناس كتير مش بتحب، بالذات اللي في سني مش بيحبوا يتفرجوا على حاجات قديمه، بيحسوا ان هي كرينج وكده، بس بجد والله فعلا يعني عارفه ان في حاجه كرينج، بس في حاجات فعلا حلوه، فيعني ما تحرموش نفسكم عامه من كده، خصوصا ان مفيش حاجات حلوه قوي اليومين دول يعني تتفرجوا عليها. فبس كده، اتمنى ان الحلقه تكون تعجبكم، واتمنى ان انتوا تشاركوني كمان ارائكم، لان انا بحس ان انا مع الكاميرا انا بتكلم مع نفسي يعني، فانا عايزه ناخد وندي كده في الكلام، عايزه كاني بتكلم مع صحابي يعني، فاهمين؟ ففي الكومنتس كده شاركوني انتوا بتحبوا او ايه رايكم في اللي انا قلته ده كله، هل عندكم منظور مختلف، راي مختلف اللي احنا اتكلمنا فيه. وبس كده، انا بجد اتبسطت قوي في الموضوع ده، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. باي.